شوف حبيبي، كل شيء حدا بيقول لك إنه دخول الأمن العام للحسكة ولا القامشلي ولا عيل العرب هو دخول مؤقت لترتيب الأمور وبعدين بده يطلع، لا تصدق الحكي. عم يضحك عليك. الدولة ما بتدخل على مكان وبترجع بتطلع منه. سمير بكيني اللي عم يشرح لك وبيطنبر لك وبيقول لك بيرك بألمانيا وعم ياخذ له كم ورقة من قسد، بكره بيقطعوا عليه الراتب، بتشوفه غير رأيه. يعني ما راح يصير شيء من اللي عم تسمعوه. تمام. الدولة دخلت على الحسكة ودخلت على القامشلي والأمور كلها تمام. عم يضحكوا عليكم. محافظ الحسكة عينته قسد، معاون قائد الشرطة عينته قسد. تمام. معاون من 4 معاونين لوزير الدفاع، هو مو نائب، والفرق كبير. هي عبارة عن جوائز ترضية لقادة قسد اللي باعوكن، ويعني لحفظ ماء الوجه. أي شي تاني صدقوني كذب، ما راح يصير. بعمرك شفت دولة دخلت على منطقة وصارت تحت سيطرتها وترجع تطلع منها؟ لا تصدق هذا الحكي. هي وحدة. تاني شغلة، محافظ الحسكة يعني ما هو حاكم، فرق كبير. هاد موظف، يعني ممكن الدولة بأي مرحلة من المراحل تشيله، بس هلا المتطلبات المرحلة بتتطلب انه هيك يصير. فهذا اللي عم بيصير هي عبارة عن جوائز ترضية لامتصاص غضب الحاضنة الشعبية لجماعة قسد. هي وحدة. تاني وحدة، في شغلة كل هالشي هو تحت سلطة الدولة. يعني وقت اللي بيقول لك تحت سلطة الدولة، يعني ما بقى في يوم من الأيام اللي عم يدعمكم وهو خجلان لما يظهر قدام العالم، عم بحكي على أمريكا وفرنسا وهالعالم اللي عم تدعمكم، إنه هن تخلوا عن حلفائهم. هي الدول إلها حساباتها. خلص أنت ضمن الدولة، ما بقى في شيء اسمه مكون أو قوة عسكرية أو سلطة أو إيش من كان أمر واقع تدافع عنه. انسحبت هي الصفة منكم. ما ضل عندهم شيء اسمه قسد والرفاق المقاتلين اللي خلصوا البشرية من داعش، نحن لازم نوقف جنبهم. عرفت؟ واللي فرحان وعم بينط بيقول لك انه انتم اندمجتوا ككتلة. يا روحي، انتم ما اندمجتوا ككتلة، وبكره بتشوف ما في شيء اسمه ككتلة. وبعدين كل شيء لك، شيل هاد كلامي كله وكبه على جنب. من دولة روج